حضرتك طبعا أكيد سمعت عن ما حدث في الكاتدرائية بخصوص بعد تشييع جنازة القتلى في حادث فتنة في الخصوص. أنا عايزة رد فعل حضرتك على شوفي حضرتك، أنا ليه موقف هو واضح ومكرر ولم يتغير أبدا، وحتى من قبل الثورة وبعدها، اللي هو العدل العلني، التحقيق على شاشات التلفزيون، العدالة العلنية الواضحة، وعقاب من أخطأ. يطلع مسلم موحد بالله، يطلع مسيحي مثلث، اللي مخطئ يعاقب، وتحقيق علني. كيف تقرأ هذه الأحداث؟ أقرأها في ضوء ما يلي. نمرة واحد، أن الوجدان العام في مصر عندما يكون هايج، دي خميرة إن أي حاجة بسيطة تعمل نار. لكن لما يبقى في طمأنينة وفي عدالة وعارفين إن الجهات الرسمية ستتولى التحقيق وتحسم المسائل، هيحصل طمأنينة. أقرأها أيضا في ضوء إنه ربما المعارضة السياسية اللي كانت بتحرق وتقتل وتدمر وتعمل، لما اتضح إنه الآن مش ممكن ده يوصل، قد تكون هذه هي النموذج الثاني البديل اللي كان معد علشان وفي نماذج أخرى علشان تفضل الدنيا هايجة. أقرأه طبعا في إطار سياسي، ولكن أنا أناشد السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس الوزراء إنه العدل العلني الواضح الحاسم سيقمع ويقطع سبل الفتنة، وتجيب الراجل اللي معلق صليب والراجل اللي عامل دقن وتقعدهم وتحقق، والناس تسمع وترى، فترى أن العدل. مش عمر بن الخطاب جاب عمرو بن العاص وابنه اللي ضرب القبطي جابهم قصاد بعض؟ فيش موحد بالله ومثلث، ودي مسائل عقيدة. إنما في ظل الحكم لازم وضوح في إقامة العدل. المخطئ بقى يعاقب. ساعتها صدقيني حضرتك، لو رحنا الصبح لقينا مصيبة كبيرة هنقول ولا يهمك، ده النيابة والشرطة والرئيس بيحسموا المسائل دي ما بيسيبوهاش. هتلاقي فيه تتوقع أن ترى هذا العدل قريبا؟ لا، بس مش بسبب ان القائمين على الامر ما هماش اهل عدل، ولكن بسبب ان هم بيخضعوا للمخاوف اللي بتعملها المعارضه. المعارضه مخوفاهم. انا مش زعلان من الدكتور هشام قنديل ولا الدكتور محمد مرسي ابدا. عارف حضرتك ليه؟ لان رئيس الوزراء اللي يصحى الصبح يبقى عنده حلول للمشاكل من الناحيه السياسيه او الاقتصاديه، بس يقول لا، بس أنا لو عملت كده الشارع هيحصل كذا، ايده مش مستمسكه على سياسات حضرتك الحكم. مع بقائه في الوزاره؟ لا، انا بتكلم عن تحليل الوضع بصفه عامه. اصل لو جاء احسن حاكم في الدنيا وهو مش قادر يستمسك على قراره هيفشل. انا شخصيا، مش انا كنت مرشح في يوم من الايام، لو بقيت لو بقيت محافظ، لو بقيت رئيس حي، ولقيت ان الصح لو جيت اعمله الدنيا تهيج، مش هعرف امشي بسياسات مظبوطه.